ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد على النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسوء الخواتيم وحسن الخواتيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى على الحبيب قلبك يطيب. الأهلي بقى إيه بيحدد موعد انضمام لاعيبته للمنتخب. تمام. أرسل الأهلي يختار الاتحاد الكرة بموعد انضمام لاعبين لمعسكر منتخب السعودية لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 96. وانطلق المعسكر المنتخب الأحد بحضور 14 لاعبا تحت قيادة العميد حسام حسن. الأهلي أرسل خطاب بانضمام لاعبين منتخب مصر بدءا من اليوم الاثنين، وهو موعد بدء الأجندة الدولية بشكل رسمي. وضم حسام حسن من الأهلي الشناوي وشوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا. وتواجد في المران كل من محمد عواد وعبد العزيز البلعوطي وخالد صبحي وعثمان عبد المجيد وحمدي فتحي وأحمد عيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وأحمد زيزو ومحمود صابر وأسامة فيصل. يوم بإضافة الرباعي المحترف محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، إن شاء الله ينضم اليوم. وبدأ مراد المنتخب بحمايات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن. ويقود منتخب مصر ضربته في 9:30 على أن يتوجه مساء الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة أثيوبيا. قائمة المنتخب: محمد الشناوي وعواد والبلعوطي وشوبير، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد. خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وشحاتة، حمدي فتحي ونبيل عماد دونجا وأحمد زيزو ومحمود صابر. والهجوم: تريزيجيه وإبراهيم عادل وأبو صلاح ومرموش ومصطفى فتحي ومصطفى محمد وأسامة فيصل. لا طبعا مصر 10 نقاط غينيا بيساو 6 نقاط، والأهلي يلعب يوم 21 و25. طبعا وطبعا المران. تمام. حكم بملاك تسامة حكم مباراة الزمالك وستيلي نوبش ده في الكونفدرالية الأثيوبي. ده حكم أثيوبي، ده حكم لمباراة حكما لإياب مباراة ستيلينوش. التقى الزمالك مع ستيلينوش في ربع النهائي، ويعاون تسيمبا في المباراة كل من البوركينا نابي سيدو تياما وجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، لما يتواجد الأثيوبي تيودروس ميتيكو كحكم رابع. وحكم فيديو قدم المباراة الغاني دانيال لاريا، ويعاون الكيني ستيفن إليزار نياكو. طبعا يا جماعة ميسي عامل بروباجندا. ميسي يسجل في قلب انتر ميامي تأخره لفوز بالدوري، حول التأخر إلى فوز. فرض انتر ميامي بصدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي عقب مرور 4 جولات. وقلب انتر ميامي تأخره بهدف إلى فوز على أتلانتا يونايتد بهدفين، تمام، مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي. وافتتح أتلانتا التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق لاتيلاس قبل أن يتعادل ليونيل ميسي النتيجة في الدقيقة 20. ونجح البديل فافا بيوكلوت، خد بالك يا أهلي من فافا ده، في خطف الفوز بهدف من صناعة خوردي ألبا وعقب النزول أقل من 6 دقائق. وطبعا انتر ميامي بقى 10 نقط، يبقى هو يرتقي بالصدارة. تريزيجيه طبعا وجه محمود تريزيجيه إلى دعم محمد صلاح. طبعا صلاح يعني طلع من أبطال أوروبا، وامبارح نيوكاسل كسبت 2-1 في
كاس الرابطة. فمحمد صلاح كده لا في دوري أبطال ولا في كاس رابطة، بس هتلاقيه زعلان بقى، بول الدوري ياخده بقى عشان هتبقى في مشكلة كبيرة. وسقط ليفربول من نيوكاسل في نهائي كاس الرابطة بهدفين مقابل هدف واحد. وفقد ليفربول لقبين في أسبوع واحد بعد الخروج من دوري الأبطال من باريس سان جيرمان. وكتب تريزيجيه عن الانستجرام بصورة محمد صلاح ستظل الأفضل في العالم يا فخرنا. ومن المقرر انضمام محمد صلاح غدا الثلاثاء لمنتخب مصر، وتتجه البعثة من مصر إلى المغرب، ممكن يقابلهم هو في المغرب. غازل المحلة يشكو حكام مباراة ضد البنك الأهلي. أعلن نادي غزل المحلة تقدمه بشكوى ضد محمد التابعي حكم مباراته فريقه ضد البنك الأهلي. وكان البنك الأهلي كان فاز على غزل المحلة بهدف دون رد في ربع نهائي الكاس، وسجل البنك الأهلي هذا الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة، يعني في الدقيقة 20 حرام والله من ركلة جزاء. وأرى غزل محلة أن الفريق قد استحق ركلة جزاء لمحمد بن حمودة في الشوط الثاني من المباراة، بالإضافة لعدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة للبنك الأهلي. طالب غزل محلة بتدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الفوري لوضع حد للأخطاء التحكيمية الفظيعة، وطلب تعيين حكام دوليين لمباريات المقبلة. يتقدم مجلس إدارة شكل غزل المحلة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في بطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني. وفي نقص الوقت لم يتم احتساب ضربة جزاء صحيحة لغزل المحلة. ومن أجمل خبراء التحكيم قد أجمع خبراء التحكيم على حقيقة نادي المحلة في الحصول على ركلة الجزاء لمهاجم الفريق محمد بن حمودة في الشوط الثاني من المباراة، وكاد أيضا أن عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح البنك الأهلي بسبب وجود حالة تسلل واضحة في بداية الهجمة، وهو ما تجاهله طاقم التحكيم رغم العودة إلى تقنية الفار ورغم وضوح الحالة. فقد فشل حكام الفيديو في اتخاذ القرار، ما أدى إلى تغيير نتيجة المباراة بشكل غير عادل. ويؤكد المحلة أن هذه ليست زي الحالة الأولى، فقد تعرض الفريق لسلسلة من الأخطاء التحكيمية الفظة والفادحة خلال 7 مباريات، في مباراة مودرن سبورت احتسبت ركلة جزاء غير صحيحة على فريقنا وألغي هدف صحيح دون سبب. وفي مباراة إنبي تبع تسبب ركلة جزاء غير صحيحة على فريقنا في الشوط الثاني. في مباراة بتروجيت وحسب ضربة جزاء غير صحيحة ضد الفريق في الليلة الأخيرة من الوقت بدل الضايع. برضه في مباراة زد تغاضى الحكم عن طرد مستحق للاعب الفريق بنفس في الشوط الأول. وختاما مباراة الفريق البنك الأهلي بالأمس شهدت كوارث تحكيمية لا تغفر. ويشدد غزل المحلة أن هذه الأخطاء المتكررة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تؤدي للمنافسة وتضطر سمعة كرة المصرية فضلا عن تأثيرها السلبي على الاستثمارات. طبعا النتائج بتاعت المباريات طبعا احنا عارفين بعضها. برشلونة كسبت اتلتيكو 4-2، ليفربول اتغلب من نيوكاسل يونايتد 2-1، أرسنال وتشيلسي 1-0، وفيرونتينا واليوفنتوس فيرونتينا 3 ويوفنتوس 0. أتلانتا وإنتر 2-0، فينيسيا ونابولي تعادل سلبي، ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 3-0 لمانشستر، روما وكاليري الاتحاد السلمي، فولهام كسب 2-0 توتنهام. مباريات اليوم: بلدية المحلة في دوري المحترفين المصري، بلدية المحلة مع المقاولين، الوصل مع الجزيرة، ترسانة مع وادي دجلة، أبو قير مع بروكسي، نادي وي مع ديرود، وأسوان مع سبورتنج،
تفرغ زين الحرس الوطني 2-0. صلى على الحبيب قلبك يطيب.